السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم حنان عمارة من قناة حنان كروشيه. ننفذ مع بعض النهاردة ان شاء الله موديل جديد. شال تقدري تعملي منه شال او كوفية. بنفس الطريقة تعملي منه موديلات جديدة وموديلات كتيرة. الديزاين ده اللي هو ماركة بربري بتاعت الكوفيات. تقدري تطلعي بقى، هي ليها ديزاينات كتيرة، فانا اخترت الديزاين ده نصممه مع بعض النهاردة ان شاء الله بأسهل طريقة. الخيط المستخدم اللي هنا استخدمت خيط هيمالايا. جبت من الشلة البيج 3 وشلة اسمر وشلة نبيتي وشلة اوف وايت. طبعا الاسود والاوف وايت والنبيتي تقدري يبقوا عندك بواقي خيوط، لكن هتحتاجي 3 شلات من البيج، وهيفيض منهم تقريبا ربع بقرة. طبعا ده هيرجع لكثافة الشراشيب، وبرضه هيرجع معاكي لعرض وطول الشال. انا هنا عاملاه 30 سنتي، طوله مترين. هي زي كوفية كبيرة او شال صغير. تقدري طبعا تنفذيه بالمقاس اللي تحبيه. هنشوف مع بعض كل الخطوات. كمية الخيط احنا قلناها، كل التفاصيل التانية ان شاء الله هنكملها مع الشرح. ما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نقول بسم الله ونبدأ على بركة الله. اشتغل بخيوط معالجة ضد الوبرة، خيط هيمالايا. اي خيوط متوفرة عندك اشتغلي بيها. اهم حاجة الخيط اللي هتشتغلي بيه الشال، لان احنا هندخل الوان يكونوا كلهم نفس السمك ونفس النوع. هشتغل مع خيط هيمالايا بإبرة رقم 4.5، وده علشان انا عايزة الشال يكون فلافي خفيف مش مكتوم. وان شاء الله هنشوف طريقة الشغل وكل التفاصيل. صورة الشال اللي احنا هنحاول نوصل لأقرب شكل ليه هتلاقيني حطها لك على الشاشة عشان تعرفي احنا هننفذ مع بعض موديل ايه بكل تفاصيله. هنبدأ مع بعض. انا هنا مش هعمل شال عريض، هعمل شال متوسط، اللي هو يعني الشال المعقول بتاعه بيبقى 60 سنتي. احنا هنا مثلا هنبدأ ب 30 سنتي، اللي هي كوفية كبيرة شوية. فهجهز السلاسل البداية. هبدأ ب30 سنتي. عاملين عندي بالظبط في الخيط بالإبرة بتوعي 61 سلسلة. هجهزهم ونرجع. احنا في الموديل بتاعنا بنبدأ بعدد سلاسل فردي، فتظبطي عدد السلاسل بتاعك حسب عرض الشال او الكوفية اللي انت حابة تعمليه. احنا هنا هنشرح مع بعض اول سطرين 3 في عينة بسيطة، وبعد كده هنكمل الشرح على الشال الاصلي. هنا بدأت ب21 سلسلة كمثال. فباجي ألف الخيط على الإبرة، وهسيب 1 2 3 4، وهاجي في الغرزة الخامسة بشتغل في الحلقة الخلفية من ورا كده، وبدخل أعمل غرزة عمود، واخد سلسلة والف الخيط، وهسيب غرزة من تحت، واجي في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة عمود. احنا هنبدأ نأسس للشال او الكوفية بتوعنا بغرزة هي مفرغة شوية، لان احنا هنبدأ ندخل فيها الوان بطريقة معينة. ده اللي هنشوفه مع بعض. هنا اهو عملت عمود، سلسلة، هلف الخيط على الابرة، هسيب الغرزة دي وادخل في الغرزة اللي بعدها. يبقى انا لما بعمل سلسلة فوق بسيب المقابل ليها تحت غرزة. عامل سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب الغرزة دي وادخل اللي بعدها علشان أعمل العمود بالشكل ده. اهي هتلاقيها حلقات مفرغة كده. هعمل سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب الغرزة دي وادخل اللي بعدها واعمل عمود، هعمل سلسلة. هنا تقدري تشتغلي بافكار كتيره، لكن في التصميم بتاعنا احنا عشان بنعمل شال ماركه معينه، فاحنا ملتزمين بالالوان اللي احنا هنشتغل بيها: البيج او الكافيه والاسود والاوف وايت والنبيتي. هعمل سلسله، ودي اخر وحده معايا. هيبقى في السطر معايا ادي غرزه بسيبها، وبدخل في الغرزه الاخيره واعمل عمود بلفه اهو. بالراحة كده عشان الخيط ما يفتلش معايا اهي.
كده اشتغلت دي عينة مصغرة. عايزين نكون الوحدات دي. السطر اللي جاي هرتفع 3 سلاسل، هلف الشغل وهبدأ اشتغل تكرار، اللي هو فوق العمود هتجاهل الغرزة دي اللي هي السلسلة الفاضية، وهدخل فوق العمود واعمل عمود. هاخد سلسلة وهاجي فوق العمود اشتغل عمود، سلسلة وفوق العمود عمود، سلسلة فوق العمود، هاجي اقفل السطر ازاي؟ يبقى انا كل السطور برتفع بتلاتة سلسلة. اول دور بس اللي سبت 4 سلسلة، لان احنا هنا التكنيك بتاعنا ان احنا بنعمل عمود سلسلة، فبالنسبة لي ال4 سلاسل دول اللي هو عمود 3 سلاسل، والسلسلة الرابعة اللي هي بتبقى بين العمودين. تمام. هاجي اقفل الدور ازاي؟ هعمل سلسلة، هيجي عندي ال3 سلاسل هم اللي انا كنت سايباهم في الاول، هم 4، 1 2 3 4. هاجي في الغرزة التالتة واقفل، بحيث ان الغرزة الرابعة هتكون هي بمثابة الغرزة اللي احنا بنسيبها بين العمدان اهي، تدينا الشكل ده اهي. هرتفع 3 سلاسل، احنا خلاص كل الادوار بنرتفع 3 سلاسل. الف الخيط على الابرة واسيب الغرزة الفاضية اللي عندي وادخل فوق العمود واعمل عمود، سلسلة وادخل فوق العمود عمود، سلسلة فوق العمود عمود. عايزين نكون غرزة اللي هي زي شبكة كده اهي، عشان ندخل فيها الالوان. طيب احنا في الموديل بتاعنا ده انا عملت بالظبط 61 سلسلة. الوحدات عندي دول اللي هي المربعات دي انا كنت محتاجاهم 29 مربع عشان اصمم الديزاين بتاع الشال اللي انا عايزاه. وهنشوف مع بعض خطوة خطوة بنعمل ايه. بعد ما بتعملي السطور البداية دول، حسب طبعا لو انت هتضعفي، لو عايزاه شال هتضعفي العدد اللي انا عاملاه. هتبدأي مثلا بدل ما انا بادئه ب61 هتبدأي بمثلا الضعف ال60 120، والواحد ده لازم يكون رقم فردي، فبتزودي رقم، يعني مثلا تبدأي مثلا ب121 او 123 مثلا، تظبطي الرقم بتاعك. خلاص وتعملي التكرار. هخلص الديزاين بتاعي وليكن مثلا بشتغل بالبيج ده 10 سطور، فهشتغل 10 سطور بالغرزة دي باللون ده، ونرجع نشوف بنكمل ازاي. اهي شكل الوحدة اللي انا اشتغلتها، عرضها بالظبط اهي 30 سنتي اهي 31 سنتي. انا ظبطت عدد، يعني انا كنت بظبط عدد الوحدات عشان التصميم بتاعي، فبالظبط عندي 31 سنتي. تمام. اشتغلت ال10 سطور اهي بالوحدة المفرغة دي كده، وهبدأ بعد ال10 سطور ادخل اللون الاسود. فباللون الاسود بندخله ازاي؟ احنا متفقين ان احنا بنيجي في اخر غرزة بلف الخيط على الابرة وبدخل في السلسلة التانية في السطر هنا، بنقفل في الغرزة التانية علشان تبقى الغرزة التالتة هي المسافة بين العمودين. هاجي ادخل اللون، بعمل نص العمود وبجيب اللون الاسود وادخل اهو، اشبك ادخل اكمل بيه العمود وابدأ اربط الخيط. هنا الشال عشان نعمل التصميم ده فهيبقى فيه شوية وصلات علشان يدينا التصميم اللي احنا عاوزينه. هعقد الخيط كويس اهو بالشكل ده، وابدأ اكرر نفس التصميم اللي انا نفس الغرزة ونفس الوحدة اللي هو برتفع 3 سلاسل. مش هقصر العمود قوي، برتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الشغل ونفس التكرار فوق العمود عمود، عشان طبعا اللون الاسود مش هيبان فيه شرح، واخد السلسله منساهاش والف الخيط وفوق العمود عمود. اهم جزئيه عندي ان انا هعمل من السطر اللون الاسود ده سطرين، فهعمل السطرين ونفس الغرزه فوق العمود عمود اهو، واخد السلسله
وفي نهاية الدور برضو بقفل في السلسلة التانية من سلاسل الارتفاع عشان تبقى السلسلة التالتة بمثابة الغرزة بين العمدان. هعمل سطرين باللون الاسود ونرجع. بعد ما اشتغلت السطرين الاسود اهو هاجي اوصل الخيط. انا بوصل الخيط عشان انا مش حابة الخيط يبقى طالع معايا من الجناب بين الغرز، فهبقى اوصل الوصلات وبعد كده انضف الخيوط بين الغرز ان شاء الله. فهوصل الخيط الاسود اهو، هشتغل سطرين من اللون البيج بنفس الطريقة. برتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هلف الشغل. الخيط الاسود بقى هنقصه كمان عشان لما ارجع اشتغله هبقى اوصله اهو. 3 سلاسل وهكذا هلف الخيط واشتغل فوق الاسود عمود، فوق العمود هاخد سلسلة، هسيب الغرزة اللي فاضلة دي اللي هي اللي فاضية بين العمودين واشتغل فوق العمود عمود، سلسلة عمود اهي بنفس الطريقة هشتغل. وهاجي برضو عشان انا عايزة اوريكم قفلة الدور، وهشتغل سطرين بيج وارجع نشوف هندخل اللون التاني ازاي. قفلة الدور عندي اهو، انا هنا مرتفعة 3 سلاسل، باجي اشتغل اخر عمود واخد سلسلة واجي في السلسلة رقم 2 هنا واقفل عشان تديني المربع الاخير ده. ارتفع سلسلة 2 3، الف الشغل واكرر ده تكرار السطر البيج. هخلصه واشتغل فوقيه سطرين باللون الاوف وايت، وبعدين اكرر سطرين باللون الاسود، وبعدين نرجع نشوف هنكمل ازاي. دلوقتي انا خلاص ارتفعت بالسطور لما وصلت الطول اللي انا عاوزاه. انا تقريبا عملته 2 متر الطول بتاعه. طيب هنيجي بقى لجزئية التدكيك اللي احنا بنملى فيها الفراغات، وهنا عشان احنا بنعمل موديل كارو، في كاروهات يعني، فالتكنيك بتاع التدكيك هيبقى مختلف شوية عن نظام الشيلان اللي بتتعمل بالطريقة دي. عشان اطلع شكل الكارو بتاعي زي ما احنا شفناه في الصورة بتاعة الموديل الاصلي، في العادي ان احنا بنشتغل هنا التدكيك واحدة من فوق، يعني السطر ده من فوق هنا، يعني انا هنا دخلت من تحت كده ودككت وتنيت نطلع واحدة واحدة. هنا هاخد المفروض بقى بتيجي في السطر اللي جنبه ونعكس، لا هنا مش هعكس، هنا همشي في كل السطور بنفس الاتجاه عشان اخد شكل الكاروهات اللي انا عاوزاه. يعني هنا مثلا انا داخله من تحت اهو، هنا اهي باينه، هنا كمان كل السطور هاخدها من تحت كده اهو، مش هعكس السطور. فانا حبيت ادكك باللون المختلف اهو عشان يبان شكل التدكيك. طبعا كل موديل بيختلف حسب شكل الكاروهات بتاعته، وتقدري تشتغلي الشال بخيط جنجا وتدككي بخيط ساده، وتقدري تشتغلي بخيط ساده وتدككي بخيط جنجا، او تعملي زينا اللي هو الديزاين اللي هو الكاروهات ده. طيب احنا هنا هنقص الخيط بناء عن ايه في التدكيك؟ احنا مثلا عايزة تعملي شراشيب في الطرف من هنا مثلا يكون طولها 20 سنتي، فبتحسبي حسبة الشراشيب ادي 20 سنتي، والطول عندي الفعلي 2 متر، وانا هعمل الشراشيب من ناحيتين، يبقى انا محتاجة الناحية دي 20 سنتي والناحية التانية 20 سنتي، يبقوا 40. ومعانا الاصل اللي هو الشال اللي 2 متر هيبقى 240. طيب التدكيك ده اللي هو انت طالعة داخلة ده بياخد تقريبا خمس طول الشال. يعني لو انا الشال بتاعي 2 متر بتزودي الخمس بتاعه، بيعمل يعني في المجمل انا هنا مثلا 2 متر وكنت عايزة 40، انا عاملة تقريبا الشراشيب في حدود 270 سنتي. طبعا تقدري تجربي في فتلة وتعرفي الطول اللي هتحتاجيه، او تلضمي الابره والخيط لسه موصول في الشله وتدككي بحيث انك تعرفي هتحتاج طول قد ايه، بيبقى معاكي عينه بتبداي تقصي عليها باقي الشراشيب. طبعا احنا ان شاء الله بعد ما بخلص تدكيك ده هاجي ازود الشراشيب دي لانها قليله. فانا هبدا بقى اهو، انا هنا دككت من تحت، هاجي هنا وابدا برضو اخد في نفس الاتجاه، مش هعكس، انا بعكس وانا شغاله في النسيج، يعني اللي هو باخد واحده هنا من تحت ويبقى اللي بعدها من فوق، من تحت ومن فوق كده،
لكن في البداية ببدأ بنفس البداية، يعني كله من نفس الاتجاه عشان يدينا شكل الكاروهات بتاعتنا. هنكمل بنفس التكنيك ده. انا هنا عامله زي باترون صغير كده اعرف بيه الوحدات هتبقى قد ايه. هخلص ان شاء الله واوريهولك شكله النهائي ونرجع ونشوف مع بعض. اهم جزئية كمان ناخد بالنا منها ان الخيط واحنا بندككه حاول يكون مفرود، يعني بصي الخيط يبقى الفتلتين جنب بعض كده، ما يبقوش ملفوفين على بعض، بيفرق معاكي في الشكل. تاني جزئية انك ممكن وانتي بتدككي تحسي المسافة واسعة فالمجوز قليل فتحتاجي تزودي، عادي جدا. وممكن كمان وانتي بتشتغلي تشتغلي الخيط بتاع الشال سمج وتطخني الخيط اللي بتدككي بيه عشان يملالك الفراغات، بدل ما تعملي مثلا 3 او حاجة. ولو الخيط سميك معاكي ممكن تدككي في فتلة واحدة. فدي كلها هتحسيها او تجرب، يعني لما تجربي الشغل. فانا اشتغلت جربت دول فلقيتهم مناسبين، ممكن احتاج ازود او لا، ده هحسه في الاخر. فهنا كمان بدأت اهو ادخل اللون النبيتي. هدخل بقى هكمل تدكيك بنفس الطريقة وان شاء الله نرجع ونشوف شكله النهائي مع بعض. دلوقتي انا خلاص اهو خلصت التدكيك. طبعا بتدككي بالشكل اللي انت عاوزاه، تقدري تعرضيها، تقللي الكاروهات، تكتريها، تكتري اللون الاسمر حسب ما انت حابه. ده شكله اهو. في اخر جزئيه دي المفروض ان احنا هنركب الشراشيب. انا هنا الشراشيب لقيتها خفيفه اللي هي تبقى كده، فحبيت اتقلها. قصيت الشراشيب بالطول اللي انت عاوزاه. شوف بنركبها مع بعض ازاي. بجيب انا هنا عاملاها 3، يعني انا هنا في 2 اللي هم نازلين هم مكان التدكيك، وهحط كمان 3، فاحنا لما بنقسمهم هيبقوا 6، وهنا 2 يبقوا 8. تمام. هجيبها كده واقسمها بالنص. اعملي بقى الطول اللي انت عاوزاه. هتيجي اهو وتعملي الشراشيب كلها في اتجاه واحد عشان ما يبقاش واحده كده واحده كده. هاخد ده معايا اهو كده واروح سحبه الخيط كده. اهم جزئيه بقى عشان ما تشديش الفتله اللي هي متدككه وتبوظي شكل الشال، هجيب الفتلتين اللي هما بتوع التدكيك اركنهم ورا كده واروح سحبه دول واعقد الشراشيب كده واروح مرجعه دي معاهم. هعملها كمان مره علشان ما تبوظيش شكل الشال من فوق اهو. بجيب سواء انت هتعملي 2 أو 3 او هتستكفي باللي هما بتوع التدكيك، ده بيرجع لذوقك. فانا هعمل 3 اهم، ادي 1 2 3 اهي. هقسمها من النص واظبطها بالشكل ده. هاجي اهو عند المربع، هدخل انا رافعه الاتنين التانيين اهم بتوع التدكيك ورا عشان ما اشدهمش وابوظ شكل الشال اهي. بقى اتاكدي انك معاكي ال3 حلقات اهو. هجيب بقى بتوع التدكيك معايا اخدها واروح معديه كده بيهم، ارجع اخد الاتنين بتوع التدكيك اجيبهم في جنب واروح شاده دي واقفل الشراشيب بتاعتي. انا كويتها عشان تبقى مفروده اهي. وتيجي بقى بالمقص تظبطيهم كلهم كده واروح مسوياها كده. افضل طبعا اسويها انا براحتي، عايزه اوريكي شكلها اهي. اهم حاجه واحنا بندكك واحنا بنركب الشراشيب ما تشديش التدكيك، خليه مريح خالص اهي كده. بصي شكلها، ده شكلها النهائي. اتمنى في النهايه تكون الفكره بسيطه عجبتكم، تنفذي بيها موديلات كتيره. اشتغلي العرض اللي انت عاوزاه، اشتغلي الالوان اللي انت عايزاها، صممي بيها اي موديل ان شاء الله هيطلع من ايديكي تحفه. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده وافكار كتيره. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.